السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم الإخوان قصة غادي تعجبكم، قصة غريبة عجيبة كتعلمنا بزاف ديال الحوايج. القصة ديالنا واقعية وقعات في مصر وبالضبط في القاهرة، ديال واحد الشاب كان في العمر ديالو 25 سنة، غادي يتزوج في سنة 87، غادي يدوز مع الزوجة ديالو المدة ديال 35 سنة حتى غادي ياخد لا غوتخيت ديالو وغادي يجلس في الدار. هنا الاخوان غادي يبداو المشاكل، وكما كنعرفوا ما يمكنش ما يكونوش المشاكل مع بين الازواج، يعني ضروري ما غيكونوا المشاكل. وبالاكثريه ملي كيكون الزوج واخد لا غوتريت وجالس مع المراه ديما في وسط الدار، راه ضروري ما غيوقع واحد الكوب سيركوي. المهم الاخوان السيد ديالنا الاسم ديالو احمد، تزوج بهاد السيده وولد معاها في المده ديال 35 سنه، ولد معاها 3 ديال الوليدات، وليد وجوج بنيتات. مني بداو كيوقعوا المشاكل بين الزوجه ديالو كانت كتشكى من قله الماده، لان الزوج ديالها كان كيصرف عليها بزاف ملي كان خدام، ومنين جلس بلا غوتريت وبقى جالس في الدار قلات شويه ديال الفلوس بسبب الصالير ديالو نقص شويه. ولكن هو كان كيعوض الصالير ديالو بواحد لي زابارتمون كانوا عنده في القاهره، كان كيكريهم، كانوا عنده بزاف ديال لي زابارتمون. مرت احمد بدات كدير السبه وباغا تطلق منه بايتها طريقه. هنا الاخوان العائله ديالها واحمد غادي يعرفوا الحقيقه على انها باغا تطلق منه، ماشي بسبب نقص الماده او لا الفلوس، كانت باغا تطلق منه لانها كانت كتعرف شخص واحد اخر اللي لعب لها بالراس ديالها وباغا تفك من احمد وتمشي تتزوج به. احمد عيا كيشوف، تدخلت العائله، وصلت للمحكمه، احمد غادي يطلقها وغادي ياخذ الوليدات ديالو. جوج ديال البنات غادي يوليو ساكنين مع احمد في وسط الدار، والابن ديالو غادي نسميوه بلا ما نعطيو الاسماء الحقيقيه المهدي. المهدي غادي يعطيه الاب ديالو واحد لابارتومون في وسط واحد الموبل يسكن فيها بوحديتو، وجوج بناتو غادي يبقاو معاه ساكنين معاه في الدار. واخا احمد طلق الزوجه ديالو، بقى يوميا كيحاول على انه يرجعها ليه، وكان ديما كيدير جميع المحاولات باش ترجع العلاقه مزيانه كما الاول، ولكن كان دائما كيفشل. واكبر دليل جاب الاخ ديال الزوجه ديالو وقال له سير تسكن مع المهدي في وسط الدار وانا مسامح ليك على الكرا، ما كاين حتى شي مشكل، حتى تدبر على راسك وتشري شي دار. هادشي ما كانش كيديرو للنسيب ديالو زعما حبا فيه، ولكن كان كيديرو باش كيوري الزوجه ديالو على انه مازال ناوي الخير وباغي يرجع ليها. ولكن هادشي كله كان كيفشل فيه. واحد النهار احمد جالس في الدار ديالو حتى غتجي الخبار من البنت الكبيره ديالو على ان الزوجه ديالو غدا غادي تتزوج. جاتو الصدمه مسكين، بغى يحماق، بغى يتسطى كيموت عليها، ما خلى ما دار، ولكن فعلا غادي يتزوج بواحد السيد واحد اخر. هنا قبض واحد التليفون ديالو، عيط لها قال لها شوفي ما نوليش نشوفك، الا وليت شتي قدامي راني غنذبحك، راني غنقتلك، ما توليش تباني قدامي. المهم هو وصل لها واحد الهضره باش تبقى بعيده عليه، واحد لا ديستونس تكون بعيده عليه باش ما يطيحش في الجريمه، وكان هذا احسن قرار خداه. ولكن غيجي واحد النهار اللي غتوقع فيه واحد الكارثه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم الاخوان المهدي واحد النهار غادي يبغي يتزوج، وفعلا غادي يلقى البنت اللي باغي وغادي يتزوج بها، ولكن غيدير غير عقد ديال الزواج على ما يديروا العرس، ويعيط للام ديالو ويعاود ليها راه انه باغي يتزوج. امو قالت له انت راك ولدي وانا كنبغيك وانت هو الكبير ديالي، انا غادي نجي نحضر العرس، ولكن ضروري تخبر الاب ديالك على انني غادي نحضر العرس، وضروري يوافق قبل ما نجي. مشى المهدي كيحاول مع الاب ديالو احمد، ما بغاش احمد، قال له واش انت حمق ولا مالك، راني لا شتها راني غنقتلها، واش انت يا مسطي، واش انا نجيبها هي والزوج ديالها للعرس ديالك؟ هادشي راه مستحيل يكون مهدي اولدي، نساها من عقلك. هنا غيعيط المهدي للام ديالو، الام ديالو غتقول له شوف ولدي كون هاني، انا عندي واحد الخطه، واخا هو ما باغيش انا غندير واحد الخطه. غادي تمشي عند واحد الجاره ديالها كانت عندها علاقه مزيانه معها، غتقول لها الله يجازيك بخير، الليله ديال العرس اللي غادي يديروه في السطح غادي نجي نبات عندي، ومنين غيكون نازل الزوج ديالي من العرس او لا يمشي لشي بلاصه، انا غادي نطلع نجلس مع الابن ديالي واخا غير 5 ديال الدقائق ونولي نمشي بحالاتي، المهم نحضر العرس ديال ولدي. قالت لها الجاره ديالها ما كاين حتى شي مشكل، يمكن لك تفضلي عندي الليله كامله على الراس والعين. المهم اخوتي غادي يجي احمد في هذيك الليله ديال العرس، غيتلاقى مع واحد صاحبه يقول له يلاه نشطو انا وياك نشربوا الشراب باش ندوزو ليله زوينه
في الاعتقادات ديالهم على ان الا شرب الشراب راه غادي يدير عرس زوين وغادي يدير، هو راه العكس. المهم الاخوان غيمشي مع صاحبه، غيبقاو كيشربوا وغادي يبدا يتذكر هذاك الشيء اللي وقع له مع الزوجه ديالو وهو كيبغيها. غيحلف على انه هاد الليله خاصو ضروري ينتقم، لعب عليه داك الشراب وهذاك الشيء اللي شرب. غيمشي للدار، غيهز واحد الموس. فاش غتبان له الاخوان؟ غادي تبان له في النسيب ديالو اللي جالس مع المهدي في وسط الدار. غيهز واحد الموس، غيقول ضروري خصني نمشي نقتلو باش ننتقم ونرتاح. غيهز الموس وغيمشي لعندو، غيلقاه في داك الدار، غيدخل عليه وهو راكل التقيب. يبقى يتقب فيه يتقب فيه يتقب فيه يتقب فيه. مسكين هذاك النسيب ديالو بقى كيغوت في داك الدروج، خرج للدروج بقى كيغوت والعاده وعتقوني والعاده. شكون اللي غادي يسمعوا الاخوان؟ غادي تسمعوا الزوجه ديال احمد اللي هي الام ديال المهدي، غادي تسمع الاخ ديالها وطالعه كتسبق في الدروج باغا تعتق الاخ ديالها، كانت عند الجاره ديالها في هذيك الليله د العرس. طالعه كتسبق، غير شافها احمد قال لها انت هنا؟ هي اهلا وسهلا مرحبا بك. وغيجي لها ويبقى عليها تقب فيها يا ما تقب فيها. هنا غيخرجوا الجيران على داك الغواص وداك الصداع، غادي يشدوه يحاولوا معاه، تحيدوا له داك الموس، دخلوه لواحد الغرفه حتى جاو البوليس لقاو النسيب ديالو فقد الحياه ديجا ميت. ولكن الزوجه ديالو ديال ام المهدي مازال حيه. غيشدوها غيديوها للطبيب، غادي تموت تماك حتى هي، الله يرحمها ويوسع عليها. وغيشدوه هو احمد، غادي يحكموا عليه بالدرجه الاولى الاعدام الاخوان. وتوفاو هاد الناس كاملين، وبسبب واحد لعب في راس مرأة وخلاها تطلق من راجلها باش تعيش معاه. شوفوا الاخوان شنو وقع، هدم العائله كامله لانها مرأة كلا لها دماغها بجوج ديال الكلمات، تيقات داك الاوهام وداك الاحلام اللي كان كيقول لها وتزوجت به. ولكن في الاخير شوفوا شنو وقع الاخوان. ما عرفتش انا اللومه لما نقولها ولما نديرها، بغيتكم نتوما تعطيوني الراي ديالكم من القصه في التعاليق الاخوان، وتقولوا لي شكون السبب. انا بالنظر ديالي هذاك الشخص اللي لعب بالراس ديال داك المراه هو السبب اللي وقع في هذه القصه هذه. كنشكركم بزاف لو وصلتوا لاخر الفيديو. كان معكم خوكم الايوبي، ما تنساوناش واحد اللايك وواحد التعليق، وما بقى لي نقول لكم في امان الله ومع السلامه.